السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة إن شاء الله هاصور لكم فيديو هنتكلم عن يعني أنا هابدأ سلسلة إن شاء الله اسمها Bug Bounty Poke أو POC. فكرتها إني هاخد screen shots من الreports اللي أنا بابعتها يعني ونشرحها مع بعض وكده. أتمنى يعني السلسلة دي تكون كويسة وتفيد ناس كتير يعني. فالنهاردة زي ما انتم شايفين كده كنت لسه جِبت ثغرة كانت عبارة عن expose backup file. كانت فكرتها لذيذة، فخلّينا نبدأ. هاشرح لكم فكرة. كنت باhunt على target ما يعني. فإيه اللي حصل، بعد ما عملت subdomain enumeration فلقيت domain كده اسمه ما كانش أنا عامل مثال يعني nomad.com. تمام. وكان subdomain اسمه sec، فكان كده secnomad.com. فأنا قُلت تمام، طب ما أنا أجرّب فكرة كده، إن أنا آخُد الsubdomain كُلّه. تمام، وأعمله كإنه directory أو route زي كده، يعني مثلًا هتحط slash وهاكتب إيه، الsubdomain كُلّه. فالفكرة هنا وبعد كده حطيت .rar. .rar ده الextension بتاع الarchive أو الarchive اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى متخزنة وكده. بس بعد ما عملت كده بافتح الdomain أو الsubdomain لقيته حمّل معايا الfile .rar ده. تمام. ففتحت الفايل فبُصّوا لقيت إيه بقى، خليكم معايا. إمم، ده برضه ال screen من الreport عندي على HackerOne. فكرتها إيه بقى، أنا باكتب أول حاجة يعني أنا باكتب أول حاجة expose، يعني باشرح الثغرة في الtitle عشان الTriagger لمّا بييجي يبُص عليها يعني إيه، يكون يعني تحس اللي في حاجة مهمة. يعني ممكن تكتب title ما لوش أي معنى، فالTriagger بيكسل يخش يشوف إيه الreport أصلًا، فخلّي بالك من حتة الtitle وكده. فأنا قُلت له اللي أنا لقيت backup file تمام، على الsubdomain اللي أنا وريته لكم والextension بتاعته كده يعني. بس وقعدت بقى أشرح له، قُلت له إن أنا لقيت backup archive أو archive آآ ولقيت PHP configuration file وفيها plain text database credential لMySQL. ودي طبعًا حاجة خطيرة جدًا إن أنت تقدر تconnect على الdatabase وتعمل حاجات يعني critical. بس يعني قُلت له إني ما ينفعش الfile ده يحصل له exposure على الproduction على الserver يعني كده. بعد كده قُلت له الباث هو كان كده. هُم كانوا كتير يعني لقيت حاجات كتير. الcontent بتاعه كان إيه بقى، لقيت الdatabase type كان MySQL ولقيت الname بتاعها ولقيت الhost بتاعها كان IP. ولقيت الusername root. أنت متخيل يعني صباح الخير قدامك root، خُد يا باشا خُش اعمل اللي أنت عاوزه. بس والpassword تمام، ده كان جزء من الreport اللي بعته. إمم، ماشي. آه. دي الفايلات اللي لقيتها بقى، بعد ما أنا حمّلت الDotRAR لقيت الفايلات دي كلّها بقى. فعملت إيه بقى، قُلت بقى بُص بقى، ففتحت ده لقيت فيه الcredential بتاعة databases وكانت MySQL. وده لقيت برضه فيه بس كان مختلف تمامًا عن ده، يعني كان host مختلف وcredential مختلفة، كل حاجة مختلفة. كان أعتقد كان script، مش فاكر بالضبط، كان script وفيه الdata دي. وهنا الshort DB SQL لقيت برضه فيها data، كان نفس الفكرة يعني، بس أنا لقيت يعني ده كان الdata اللي كانت هنا مختلفة عن هنا والdata اللي هنا كانت مختلفة عن هنا. ولقيت برضه test.csv. بس أنا ما لقيتش فيه حاجة الصراحة، بس لو لقيت حاجة زي كده أبُص عليها عشان ساعات بيبقى فيها sensitive data وهكذا يعني. والفايل ده وكان download ما كانش فيه أي حاجة. دي الحاجات اللي لقيتها في الفايل اللي أنا عملته download. إيه تاني؟
يعني هنا أنا كنت شارح له الdata دي لقيتها في script الscript كان مختلف عن التاني لقيت الfile كان فيه الdata نفسها، أمّا ده كان script كان حد كاتبه developer بقى أو مش عارف أيًا كان مين يعني، وفي بقى برضه كانت MySQL والname كان مختلف، والhost كان مختلف برضه ما كانش نفس الIP، وهنا برضه نفس الغلطة. عامةً يعني الdevelopers بتغلط نفس الغلطة على الdomains وعلى subdomains مختلفة، فأنت خلِّ بالك لو لقيت ثغرة في شركةٍ ما ولقيت subdomain بيليك حاجة زي كده مثلًا، لأ روح بقى هات بقى إيه، كل الsubdomains اللي ممكن تلاقيها وتحاول بقى تدوّر على نفس الendpoint أو نفس الفكرة أو نفس الpattern اللي الdeveloper غلط الغلطة بيها وكده يعني. كانت root برضه وكان الpassword مختلف برضه. هنا بقى الURL settings كان الdomain كان حتى هنا كان كاتب الdomain كان موجود في الscript والpass برضه. عندنا إيه تاني؟ بس دي كانت الفكرة وزي ما وريتكم هنا أنت بقى بُص ممكن تعمل حركة حلوة، ممكن مثلًا حد ييجي يسألني هو أنا فكّرت في الفكرة دي إزاي؟ الفكرة أنا يعني مش باقرا I read writers كتير باشوف بقى حاجات زي كده يعني، كنت شُفت كذا حد قال خلّي بالك لمّا تلاقي domain أو subdomains حاول تعمل نفس الفكرة، يعني اللي أنت تعمل إيه slash وتحط الroute تكتب نفس الاسم تمام، وتحط .rar أو أيًا كان الextension لو أنت عارف extension معيّنة بتليك حاجة معيّنة، فأنت جرّبها برضه مش شرط يكون archive أو archive file وبرضه مش subdomain بس، يعني ممكن تلاقي domain وتحط الdomain ده تحطه تاني هنا كsubdomain وتروح واخده يعني مثلًا نعمل إيه nomad هنا nomad تمام، وتاخد nomad.com دي تحطها هنا، وتحط برضه الDotRar أو أيًا كان يعني الفكرة اللي أنت هتعملها يعني، بس ده كان الفكرة حاجة زي دي critical طبعًا، أنا استغبيت يعني وعملتها high كانت high آه. عملتها high بس قُلت له يعني كتبت للTriagger إن أنا كنت مستعجل يعني وأنا باكتب الريبورت عشان ما آخُدش duplicate وكده، فقُلت له عدِّل الseverity يعني خلّيها critical. هو ممكن بقى يقول لي إيه بقى، طَب أنت يعني إيه، قدرت تaccess حاجة أو كده؟ دي نقطة برضُك إن أنت لمّا بتبعت الdata آمم في Triagger ساعات بيقول لك طب فين يعني إيه اعمل exploit full exploitation فعادي يعني هو لو قال لي كده هاروح واخد الdata دي وأعمل connect وهاضبّط الدنيا وأروح باعت له الvideos أو الscreenshots وأقول له خُد يا باشا أهي وخلّيها critical. بس ده كانت الفكرة النهارده فخلّي بالك من التكنيك ده لإن أنا لسه لاقيه أصلًا بقى له يومين 3 أو 4 فحاول تجرّبه بقى على الtargets اللي عندك أو تscale بقى الattack يعني وكده. بس يعني ده كان الtopic النهارده، أتمنى الفيديو يكون عجبكم يعني وإن شاء الله هنعمل السلسلة دي وهنعمل videos كتير برضُك، في ثغرات كتير عندي هاعمل لها نفس الفكرة، بس يعني أتمنى يعني الناس اللي بتتفرّج على الفيديوز عندي على الchannel تعمل subscribe وتفعّل زر الجرس عشان عندي إحصائية غريبة جدًا 90% من الناس اللي بتخش عندي في الchannel مش بتعمل subscribe مش عارف ليه، بيشوفوا الفيديو ويمشوا بس عادي يعني تمام، أهم حاجة الناس تستفاد يعني. بس يعني ده كانت فكرة الفيديو النهارده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.